لو ما شفت السيد عبد الحفيظ وهو بيلعب كورة فاتك كتير، وهتعرف انه حراق في الملعب كمان مش بره الملعب بس. لعيب كان بيلعب بروح الفانيلا الحمراء، لولا الإصابات لأصبح له شأن آخر. لويس فيجو العرب، تعال معايا في رحلة سريعة مع بعض لبعض أهداف سيد عبد الحفيظ العالميا. وطبعا لازم نبدأ بهدف الترجي. هدف الترجي الحاسم من على بعد 40 ياردة تقريبا، وكرباج عالمي من أبو السيد اللي لمح الجول متقدم عشان ياخدها كرباج ويسجل جول من أحلى أهداف الأهلي في التاريخ من صاحب الرجل القوية سيد عبد الحفيظ. وتاني هدف معانا وانطلاقة زي السهم من بين مدافعين الخصم بمنتهى السهولة واليسر اللي في الدنيا. استغل سرعته ومهارته وخلص بفينش ولا أروع على يمين الحارس. سرعة، مهارة، تسديد، يعني أبو السيد، يعني المهارات، ملك الحركات سيد عبد الحفيظ. وتالت هدف وتسديدة قوية جدا برضو على يمين الحارس، تخبط في العارضة بلياردو وترد في الجول بقوة، ماركة سيد عبد الحفيظ. والهدف الرابع وتسديدة زي اللي فاتوا بالظبط بقوة على يمين الحارس، قوية جدا لا تصد ولا ترد، رجل يمين عارفة مكان الشبكة بالظبط. والجول الخامس والسادس صورة طبق الأصل، نفس الماركة، ماركة سيد. مميز جدا جدا في التسديد من على حدود المنطقة، كورة على ال 18 لسيد، جول من غير تفكير، ما تفكرش كتير، سيد عبد الحفيظ على ال 18 يعني جول. كل الأهداف اللي جاية دي نفس الستايل، ستايل سيد عبد الحفيظ اللي مفيش زيه في مصر تقريبا، اللي هو على ال 18 جول، يا إما بيكمل التكملة الهجومية من باك اليمين وبرضه جول. زي ما شفنا واستمتعنا بجوال سيد عبد الحفيظ جوه الملعب، تعال نشوف ونستمتع بجوانه بره الملعب اللي كان مميز فيها جدا. ويلا بسرعه مع اول جول سجله سيد عبد الحفيظ بسرعه. طالع يقول ده واحد متربي مع الحمير. هو قال كده، يعني مش هقول سوري على اللفظ، هو قال كده. طب اقسم بالله اقسم بالله انا عمري لا دخلت بيت وانا صغير ولا شفت وانا صغير. طبعا كلنا عارفين التصريح ده كان على مين كده، على حد بيطلع دايما ومحدش بيعرف يرد عليه غير سيد، وكان رد قاتل لما قال له انا ما بروحش بصراحه، ما رحتش عندك وانا صغير خالص فما اعرفش قصه الحمير دي. يلا بسرعه على تاني جول من سيد عبد الحفيظ، يلا اسمع بسرعه سيد عبد الحفيظ. يا راجل يا راجل، ده من سطحيه المسؤول، من سطحيه المسؤول. قال لك احنا بنعيش احلى ايام حياتنا، يعني بيعيش احلى ايام حياته، وهو الفرق ما بينه وما بين الاهلي 20 نقطه. احلى ايام حياته. ودي من احلى الاجوان اللي سجلها سيد برضه بره الملعب، لما قال له انت احلى ايام حياتك وفرق بيني وبينك 20 نقطه. وده نادي الزمالك، نادي الزمالك اللي احسن حاجه بالنسبه له المركز الثاني اللي ابتدى يخسره لصالح بيراميدز اللي بقى على طول مركز ثالث دلوقتي. سيد عبد الحفيظ ما بيكذبش، دايما تصريحاته وجواله ناريه زي ما احنا شايفين وسامعين كده جوه الملعب وبره الملعب. لا باختصار شديد، هو جمهور الاهلي جمهور متربي. يعني جمهور متربي على حاجات معينه. ايه هي؟ ان الغلط غلط. يعني مش هتلاقي واحد عارف، لو نجم النجوم عندنا نجم النجوم اللي ما جابتوش الولاده خالص وتف على جمهوره، تمام، او مسك جزمه لجمهوره، عمره ما هيخش النادي الاهلي. ده بقى كان جول عالمي، جول في الثمانينات فوق كده. طبعا كلنا عارفين سعد عبد الحفيظ بيعمل اسقاط على مين؟ على واحد بيرفع لجمهوره الجزمه، واحد بيبصق على جمهوره، وطبعا من غير ذكر اسماء كلنا عرفناه، ربنا يرحمه ان شاء الله. تعال نشوف اخر جول واحلى جول سجله سيد عبد الحفيظ وهو بره الملعب، يلا مع بعض بسرعه. فاضل لك 9 مباريات والزمالك فاضل له 7 ضربات جزاء. دي من احلى الاجوال لما قال لك الاهلي ناقص له 10 مباريات والزمالك ناقص له 7 ضربات جزاء، على اساس ان الزمالك بياخد ضربه جزاء كل ماتش، وده اللي كان بيحصل في كل دوري، ورغم كده برضه بيخسروا. يعني انت لو جيت حسبت كده كل الدوريات اللي لعبها الاهلي والزمالك هتلاقي نادي الزمالك محسوب له اكبر كم من ضربات الجزاء، ده غير مفيش كابالا وزيزو فاروق جعفر وناس كلها نطيطه درجه اولى حمامات سباحه على طول. دي كانت اجوان سيد عبد الحفيظ كده بسرعه بره الملعب وجوه الملعب. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير ولايك وكومنت على الفيديو دوت.